السلام عليكم، حياكم الله شباب اصدقائي، مثل ما عودناكم يوميا على معلومه جديده وفيديو جديد. اخوان، مثل ما تلاحظون الطيور جوعانه، الطيور كلها منتظرتني حتى اوكلها. هذا مو بخل مني ولا تعذيب، هذا صحه. الطير لما تجوعه راح يصحى، راح يبقى يتحرك، راح يبقى يتزاوج، يعني يظل بصحه وعافيه، وجسمه لما يجوع يتغذى على البكتيريا اللي بجسمه، على المواد الضاره اللي بجسمه، ويقتلها بنفس الوقت. فصوموا تصحوا، حال البشر. احنا نصوم شهر رمضان، الطير ايضا نصومه من باب انه يصحى. هسه الفيديو الثاني مثل ما تشوفون كلهن منتظرات الاكل. راح انطيهن اكل، وشوفوا الطير شلون كلهن سرى واحد، راح تلقون رؤوسهم بالمعلف وياكلن وهن مرتاحات. الطير ننطي وجبه واحده، كميه معينه حتى نتحكم بصحه الطير. جوعوهن ولا تخافون، وما بي لا اشكال شرعي ولا غير شيء. حياكم.